بسم الله عسلامة يا جماعة، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. رجعت لكم اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا مرقة كعابر سردينة، حاجة بنينة بنينة على الاخر. ننصحكم باش تجربوها اون بلوس، ما تكلفش بالكل. جوست هكا شوية سردينة شوية فحات، حصيلو تجيكم بنة مش عادية. جربوها وباذن الله ما كومش باش تندموا. وان شاء الله باش نعمل زيدا خبز في الفور وسليطه خضراء وهكا. هو هذا المنيو نتاعنا لليوم. تبعوني نشوفوا الطريقه مع بعضنا. اول حاجه باش نحضر العجينه نتاع الخبز. لهنا خديت سميد، حطيت عليه شويه تشيشه نتاع قمح تبنن على الاخر الخبز نتاعي. انا كل مره يبدا عندي تشيشه نعملها بالطريقه هذه، تجيني بنين على الاخر. جربوها وتو تشوفوا كيفاه. حسيلو خلطتهم مع بعضهم. لهنا كنت حضرت الخميره مغرفه تاع ماكله خميره، حطيت عليها شويه سكر وماء دافي خليتها تخمر في عقلها. حطيت لهنا كيما شفتوا شويه زيت، حكيت 4 مغارف نتاع ماكله زيت زيتونه. حطيت الملح باش نبسسك السميد نتاعي بالزيت بالطريقه هذه. نخلطه بالباهي لو طون اللي تتفاعل الخميره نتاعي. توا بعد ما بسسته بالباهي بالزيت باش نجي نزيد الخميره اللي ديجا تفاعلت بالباهي وحضرت. زدت شويه ماء دافي وباش نبدا نلم في العجينه متاعي كالعاده ونعجنها. كل مره نزيد شويه ماء ونعجن لين نتحصل على عجينه متماسكه معجونه بالباهي. لهنا زدت شويه بسباس يبنن الخبز متاعنا. نكمل نعجن العجينه متاعي بالكدا حكايه 10 دقائق. كل ما تعجنوها العجينه بالباهي يجيكم الخبز باهي. حاسيلو لهنا كملت. شوفوا كالتشيشه نتاع القمح كيفاش ظاهره. دهنت البول نتاعي بالزيت وحطيت العجينه وغطيتها بمنديله وباش نخليها تخمر في عقلها. توا جبت لهنا السردينه ديجا غسلتها ونظفتها باش نجي نحاول نحيلها اكسلسول بالطريقه هذه. حاولوا الماكسيموم نحيو هاك الشوك متاع السردينه. هي السردينه معروفه الشوك متاعها بارتو معناه، اما فما شوك خشين ما يتعداش وفما شوك عادي يتعدى. نحاول نحي الشوك لماكسيموم. ننظفوا كعبات السردينه من الشوك بالكدا ونكمل الكعبات الاخرين الكل بنفس الطريقه. طريقه سهله، راهو ما تستصعبوهاش، سهله على الاخر. لهنا عندي السردينه متاعي فريشكه على الاخر، جديده معناه. تو بعد ما كملت نظفتهم من الشوك ونحيت السلسوك كل شيء، جيت قصيتهم متروف هكا باش نسهل الرحيين متاعهم. وتوا جيت لهنا باش نحضر الخليط متاع الكعابر متاعي. عندي السردينه دي اللي قصيتها حضرتها. عندي لهنا وريقات سبناخ يبنن برشا وان بلوس حاجه كلها منفعه. بالنسبه للفحات لهنا عندي شويه فلفل احمر مهروش، عندي كمون، شويه نعناع شايح يبنن برشا النعناع الشايح، ملح، تبلو كرويه، فلفل احمر وسنينات ثوم. عندي لهنا قصيت 3 روس بصل صغار قصيتهم بالطريقه هذه وقصيت شويه. وتوا جبت الاشوار متاعي الرحايه وباش نرحي الخليط متاعي باش نقسمه على مرتين معناها نرحيه، على خاطر ما نجوش نحطهم الكل فرد مره. باش نحط لفحات ومن بعد نخلطهم الخليط الكل اللي نتحصل عليه نخلطه مع بعضه بالباهي باش نهز نرحيه بالكدا معناها نخليها كالبات. شوفوا لهنا يخرج لي بالطريقه هذه. نكمل نرحي الباقي متاع الخليط. ولهنا بعد ما كملت رحيد باش نجي نخلطهم مع بعضهم بالباهي باش يوصل الكلفاح والملح وكل شيء للخليط الكل معناه نخلطه بالباهي.
وتوا لهنا باش نجي نكعبر، ناخد بالطرف ونكعبر بالطريقة هذه. الكبر انتم تحكموا فيه، تحبوا اصغر ولا تحبوا اكبر كيف ما تحبوا. حصيلوا الريحة ما نحكي لكم مش فايحة على الاخر، ريحة بنينة. كان عندكم هريسة عربي نجموا تزيدوا فلفل اكحل زيادة، انا ما نستعملوش برشا. توا لهنا جبت شوية فرينة وخذيت طنجرة حطيت فيها جوست شوية بركة زيت كيف ما تشوفوا لهنا، على خاطر انا مانيش باش نقلي فيهم كعبات الكعابر، جوست نحبهم يشدوا الفورمة وكهو باش بعد ما يتحلوليش في الصوص. نجيب بالكعبورة معناها كيف ما تشوفوا لهنا، نلفها بالفرينة بالباهي ونحطها في الكسرونة على نار هادية، جوست باش هكا تشد روحها الكعبورة. نحركهم شوية على النار، ندورهم على الجهات الكل معناها. ولهنا سيبون كملت الكعبورات الكل وباش نجي نطيبهم في الصوص متاعنا. توا لهنا خديت طنجرة حطيت فيها شوية زيت زيتونة، راس بصل صغير قصيته طروف صغار، وخديت شوية فلفل احمر، شوية كركم، شوية ثوم، ومغرفة ونص متاع ماكلة طماطم حطيتهم الكل فرد مرة. مادامني نطيب زيت زيتونة مانيش باش نقلي معناها. حركهم شوية على النار، زدت شوية ملح. بالنسبة للفحات مانيش باش نحط فحات جملة معناها، هذوما هما اللي حطيتهم مرة الأولى. لهنا زدت شوية ماء، خليهم هكا يتكتكوا شوية على النار. وتوا باش نجي نصب الماء ونخليه هو يبدأ يغلي، وانا نرجع نحط الكعبر السردينة متاعي كيف ما تشوفوا لهنا اوكا ولا تغلي الصوص متاعنا. باش نجي نرمي الكعبر متاع السردينة الكل ونغطيها ونخليها تطيب في عقلها. جبت توا العجينة متاعي اللي ديجا حضرت خمرت بالباهي، نحي منها الهواء بالطريقة هذه، نخرج الهواء وجيت قسمتها على 2. انا باش نعملهم خبزتين كبار. خذيت الطبق متاعي اللي ديجا دهنته بالزيت زيتونة ونحل الخبزة متاعي بالطريقة هذه كيما متسنسين تشوفوني نطيب الخبز، نحلو بالباهي. وديجا الفور يخدم على اعلى درجة الفوق ولوطة. ندهنها بشوية زيت زيتونة، نعمل ضرباتك بالفرشيطة ونهزها ندخلها للفور تطيب في عقلها. اونتر طون حضرت شوية سلطة خضراء، قصيت شوية فاقوس، شوية خس، شوية كعبة طماطم، شوية بصل، شوية فجل، فوحتهم بشوية سيترون قارص، حطيت شوية ملح، شوية زيت زيتونة، وحطيت عليهم شوية نعناع، وهكا تكون حاضرة سليطة متاعي فاوحة وبنينة. هذه الخبزة الثانية كملت حضرتها وباش ندخلها للفور. وتوا لهنا الصوص متاعي اللي بريسك حضرت، باش نجي لهنا نزيدها شوية فلفل مقصوصين طروف صغار، وباش نغطيها نخليها يطيب شوية كالفلفل، ومن بعد نطفي عليها ونوريكم في صحن التقديم. وهذه هي المرقة متاعنا لليوم، حاجة بنينة على الاخر، والله ننصحكم تجربوها، راهي بنينة. عبارة ما كومش تاكلوا في كعبر سردين، عبارة تاكلوا في مرقاز، في حاجة بنينة فاوحة على الاخر. طعمة السردينة يضيع معناها في فستك الفحات وكل شيء. ودكم ولا نشهيكم. وهذه كانت وصفتنا اليوم، ان شاء الله تجربوها وتعطيوني رايكم في الكومنتير، وان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. بسلامة.